السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم حلوه دوازتي سهله بنينه مقرمشه وهشيشه في نفس الوقت. عجينه وحده قدرت نخرج منها جوج ديال الاشكال. صراحه تجي زوينه وبشكل راقي. نتمنى انكم تدعمونا بلي لايك ديالكم وابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالنا. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في هاد الحلوه، غادي نحتاجو فيها واحد الزبده بدرجة المطبخ، غادي نحكها غير باش تسهل عليا العمليه فاش نكون كنخلط في العناصر ديالي وباش تدخل ليا في الدقيق بسرعه. يعني كنحكها بهذه الطريقه. تقدروا الا كانت عندكم دايبه ديروها نيشان، تستغناو على هاد العمليه هذه. اي زبده تقدروا انكم ديروها، يعني العبار ديالها 250 غرام ربعه. تقدروا ديروا اي زبده، انا كنفضل اللذه. وغادي ندير مع واحد جوج كؤوس ديال السنيده. بالنسبه للحلاوه تقدروا تنقصوا الا بغيتوا. صافي غادي نحاول انني ندخل ديك السنيده في الزبده جيدا حتى تنحس بها انها دخلت ليا مزيان. هاد العمليه تقدروا انكم تخدموا عفوا العجانه او الباطور. انا كنفضل انني نخدمها بيدي. صافي غنبقى ندخل فيها حتى تذوب ليا ديك السنيده جيدا. وغادي نضيف ليها غادي نضيف ليها الزيت. بالنسبه للعبار انا عبرت بكاس ديال العلبه، غادي ندير كاس ديال الزيت ونص، يعني كاس مع كاس ونص ديال الزيت ديال العنبه. واحد شويه ديال الملحه غير قبيصه. صافي وغادي نبقى نخلط. غادي نضيف كذلك 3 البيضات كاملين، يعني بالبياض وبالصفار ديالهم. والسر ديال القرمشه ديال هاد الحلوه هذه، داك القرمشه باش تجينا بنينه، غادي نضيفوا ليها واحد الكاس ديال الكوك. يعني هاد الكوك يعطيها واحد المذاق رائع وقرمشه في نفس الوقت. صافي غادي ندمج كيف ما قلت لكم هاد المكونات ديالي حتى تنحس بديك الزبده دابت ليا مزيان. عاد باش نضيف الكوك كيف ما قلت لكم. والفاني، الفاني اختياريه، انا كيتعجبني المذاق ديال الفاني. كوك، كاس ديال كوك عامر. صافي غادي ندمج العناصر. صافي ملي خلطتهم غادي نبدا نضيف الطحين مرحله بشويه بشويه. انا تنضيف عين كميزان، يعني حتى تنحصل على واحد العجين ما قاصحش وما رطبش بزاف. يعني هو هذاك هانتوما غتشوفوا معايا الشكل ديالو في النهايه. صافي غنبقى نضيف. والخميرات ديال الحلويات غندير ساشيه وحده من فئه 7 غرام. صافي وغادي نجمعها.
صافي دابا من بعد ما جمعتها، هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا. كتجمع ليا في اليد ديالي بسهوله، ما كتقش ما كديرش دوك الشقوق لا والو. صافي تنجمعها كيف ما كتشوفوا معايا. صافي دابا غادي نقسمها على جوج باش كيف ما قلت لكم غادي نخرج من هاد العجين جوج ديال الاشكال. غنقسم الكميه على جوج، وحده غنديرها بالقطاعه ديال الشهده، والنص الاخر بالقطاعه ديال الشمش. بالنسبه للطوابع تقدروا ديروا اي طابع عندكم في الدار. انا درت هاد الجوج هادو. تقدروا ديروا نتوما اي حاجه متوفره عندكم في الدار، هادو صراحه كيجيو واحد الديكور فيهم زوين. صافي وغادي نجيب الطاوه ديالي وغادي نحاول انني نكورها بين يديا، وغادي نديرها في واحد شويه ديال السنيده والكوك اللي خلطتهم بجوج. خلطت السنيده والكوك وغنبقى نغطسها هكا فوق منها نيشان بلا بيض بلا حتى حاجه ديريكت. وغادي نجيب المرشم قطعه اللي غادي نبدا نديرها حتى هي في ديك السنيده والكوك، ونقطع بها باش ما تلصقش ليا القطعه ديالي في الحلوه. صافي ونحيدها على هذا الشكل هذا. صافي نبقى نستمر بهذه الكيفيه هذه. كيف ما كتشوفوا غادي ندير لكم نوري لكم واحد القطعه ديال الشمس حتى هي. صافي غادي نفس العمليه اللي درت الحلوه الاولى غنديرها حتى الثانيه، وغادي نحاول نحيد دوك الزوائد ديال ديك الشميسه اللي درت. انا غنوريكم كيفاش بواسطه ديال واحد السكين اولا واحد العود ديال الكيردون. غنحيد دوك الجناب ديال ديك القطعه، دوك الزوائد اللي بقى ليا بالطريقه هكا باش ما تجينيش، باش تجيني الحلوه مفينيه. غير بالنسبه ديال الشميسه، اما الاخرى ديال الشهده راه كتجي هي هذيك. صافي غنستمر هكا بهاد الكيفيه حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها. نطيبها في الفران من الفوق ومن التحت ومن الفوق حتى تتحمر ليا. بالنسبه للطياب راه كله كيفاش كيبغي. كاين اللي كيبغي تجي شويه مذهبه صفراء، كاين اللي تيبغيها تجي غير بيضه من الفوق. انا كنفضل تجيني شي شويه ما بين وبين شويه حمراء. بالنسبه للتزيين غادي نحتاج هو الشكل ديالها عفوا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما طيبتها. بالنسبه للتزيين غادي نحتاج الشوكولات، الشوكولات اسود اللي ذوبته مع شويه ديال الزيت، والفيرميسيل هكا ملون. تقدروا بالنسبه للزين تقدروا انكم ديروا اي حاجه بغيتو. صافي اول حاجه انني غادي نجيب لي قطعه ديال عفوا الحلوه ديال الشميشه. غادي ندير غير واحد شويه من الفوق منها بمعلقه ديال الشوكولات في داك الوسط ديالها. صافي وغادي نديرها في الفيرميسيل كيف ما كتشوفوا. صافي غنستمر بهذه الكيفيه حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها. وبالنسبه للقطعه ديال البطاطا نتوما غتشوفوا معايا كيفاش غندير ليها، هي بواحد الطريقه اللي سهله بزاف. بالنسبه الى كان الحال سخون دابا راه هاد الحراره كترتفع. باش نحتفظوا بها نديروها في بواطه ونديروها في الثلاجه ديالنا باش ما يذوبش لينا داك الشوكولات وما ما توسخش لينا الحبات اللي فوق منهم. اما بالنسبه ديال الشهده كنغطس ليها النص ديالها في الشوكولات ونحطها فوق كيف ما تشوفوا. غادي نغطس النص ديالها وغادي نحطها في واحد البلاطو، وغادي ندير فوق منها كاوكاو كونكاسي على الطريقه هذه. صافي ونخليوها حتى تبرد. تقدروا انكم تدخلوا المجمد غير يشد داك الشوكولاط راسو وتحيدوه، تتحيد بسهوله. هاد الطريقه انا كندير هذاك البلاطو هكا تنعمرو، كنديرو في الفريغو غير واحد 2 دقائق 3 تنخرجهم تلقى صافي الشوكولاط شد راسو. تندير كميه اخرى
وصافي. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الحلوة ديالنا. نتمنى انكم تجربوها وبالصحة والراحة، وراه غادي تعجبكم ان شاء الله. راه مذاق تيجي فيها رائع جدا. وبالصحة والراحة، والى اللقاء الى وصفة قادمة ان شاء الله.